طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. إن شباب البوم. ما شاء الله تبارك الله، البيت عجبني ونفس المواصفات اللي نبيها يا عم. اسمع، إذا أنت صامل هالحين نروح للمكتب ونكتب العقد، لأن البيت تو عرض علي اليوم، ولا واجد اللي يتصلون علي يبونه. لا 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 لا، أبيه البيت، بس ودي أسأل عن الجيران، وش وضعهم؟ في غثاء، في إزعاج، بزران؟ لا 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 لا، ما من إزعاج أبد. جيرانك هذول من كثر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجورة. زين، أجل على بركة الله. يا عامر، سمي الغالية. خذ الشاي والقهوة. الله يكثر خير يمه، ليه هالتعب؟ عندنا بالاستراحة قهوة وشاي. مو هو للاستراحة، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جنبنا، خذه وقول له ان الوالدة تبي رقم زوجتك عشان يكلمونها يجونها يزورونها هي والجيران. أبشر يمه. السلام عليكم. خير يا ابو، ايش فيه؟ رد السلام يا أخي، قلنا السلام عليكم. يا اخوي كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ أنا عامر ولد أبو عامر، هذاك بيتنا، وهذه شاي وقهوة جايبتها أمي ضيافة لكم. في احد اشتكى لك قال لنا احنا نبي شاي وكوا؟ أنا من يوم ما شفت القفازات السود وأنا غاسل يدي، شكلك من عشاق القهوة السوداء، أتحداك يا باريستا. اقول حبيبي روح لبيتكم، خذ الشاي والكوا وودها بيتكم وتقهووا، لا عاد اشوفك عند باب البيت. بس أمي مسويتها وتعبانة. يلا توكل على الله، يلا متجملين معك حنا. يلا توكل على الله يلا. طب خذها بس مجاملة يعني. ايش فيه ذا؟ وشو اللي رجعته؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسية. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك. تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر، لكن ماش قليل دبره. انا قليل دبره؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، انا متاكده انك اخطيت على الرجال، ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ انا بروح اصلح الموضوع مع الرجال، وانت انزل وخر عن وجهي. سم ابيكم يا جماعه تروحون معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحه. فنان لا فض فوق يا ابو عامر. كفو ابو عامر، حق وواجب، يستاهل جارنا الجديد الذبيحه. يا إبا والله هذا الآدمي ما يستحي، ساعة عند الباب ما يفتح. والله إنك صادق، ساعة ننتظر يا جماعة، خلاص مشينا. يا جماعه استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العير ابو الحضريق ومشكب. وش عندكم انت؟ ابو عبيد جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا اهل الحاره. ومن قال لك انه يبي عزايمكم؟ هذا رجال اللي هو اجتماعي ولا يبي يتعرف على احد من الجيران. يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب، هلا. طالب طلبية؟ لا بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصيدلية، ممكن تستلمها عنه؟ اقول يا طيب، الطلب لي انا اللي طالب الطلب يا اخوي.
اخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحاره كلها درت اني طالب ابر يا اخوي. هات هات، ايش دخلك يا اخوي؟ انت ما تنام انت. الحرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراك مشخص الموضوع انت. سلفته ذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده، يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه، شكرا مقدما. عطا سليمان موجود بالبيت وتعال لنا بالاستراحه. يلا اوكي باي. لا بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ ايش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كذا سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنهم ما يحبون الكورة. اسمع يا عامر. ايه عامر يا ابو. وش تبي انت؟ لا الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، ايش الهرجة؟ جارنا وضعه مريب، انا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه اصوات غريبه. وراك فهيت انت وياه. اللي سويته يا ابويا ايه، بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم. وخصوصا إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، اصواتهم واصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامر، ايش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفة غير طبيعية، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف ايش سالفته. يلا مشينا. يلا. يا عيال هذا بيتهم. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله، صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه، الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا. اوكي؟ يلا يلا ياسر انت اطولنا، شوف شغلك. يلا. الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى ما نطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت.
احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. ابو عامر كيفك؟ شفته؟ ياوا زاد انا اقول وش هالسياره اللي عند بابنا؟ ايوه انتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وانا فيه بيتي؟ سر ما اقدر اقول لك. عجيب والله. خليني اساعدك بالاغراض. اي والله الله يعافيك، حطه بالحوش. هيا هيا. اطلعوا برا يا حرامية. يا عمي خلينا الحرامية، يلا نمشي. كفتة. هلا كفتة. متأكد؟ طيب جاي يا عيال جاي. تنكبنا انت، حتى على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا الا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين؟ يا عيال لازم نزمن، واذا ما قدرنا ندق على الشرطة. قسم بالله ان مسكنا ذا النفسية يذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك وانحاشوا. زين، انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح واترك الباقي علي. خليني بشوف من اللي يدق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متأكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحة، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه عند ابو عامر اللي ولدوه. عندكم يوسف فندي بعد؟ تتكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا؟ لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد. في رجال بيدخل عندنا درب. هيا امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، الحين اناديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود.
نشبة ذا يبيك كفتة. خلوا علي. يا النكبة لا تدق، انتظر برا لين يجيك. تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ أنا أخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وأنا فخور فيكم ومبسوط إني ساكن في حارة فيها شباب أمثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف أنتم فاهمين الموضوع غلط. اغبياء يا جار اغبياء. تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. أنا أقول تعالوا خلني أقهويكم وأفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما أدري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انتوا روحوا، انا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة أنت. امش. وأخوي يبغى يسبقني وياخذ أبوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصاً إن أبوي الحمد لله على كل حال أبوي عنده المرض الخبيث في رجله. للأسف إن ما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسمه. الحمد لله على كل حال. بصراحة أنا قلت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصاً إن أيامه معدودة وهذه علمه عند الله. فكرت بأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس وإني أدور لي فيلا واستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياته. يعني ذا أبوك؟ إيه، هذا أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر فيه آخر يوم في حياته. عاد تكفوني يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونا أي معلومة، وخصوصاً أخوي. ما بيجي وياخذ أبوي مني. أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه. الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم آمين. بصراحة أنا ما أدري وش أقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وأعذركم عيال، أنا بروح أشوف أبوي، أخاف يحتاج شيء وأنا ماني بعنده. أعذركم. يا أخي ما شاء الله عليه. يلا مشينا. ما عندك استراحة يا وليدي تروح وتريح لي؟ الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد انا واخوياي ان نقضي باقي ايامنا في رعاية والدينا. وانا طلبت منك شيء؟ فرزني انزلع، شايفني محرض قدامك؟ لا بسم الله عليك يبا. لا ما انت محرول، بس انا ودي ابر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الاجر. خلنا ابر فيك لين ما تموت ان شاء الله. عجيب والله، انت انهبلت انت. خبر عاجل. بعد توفيق من الله في الساعة 3 فجرا تم القبض على المطلوب جزا بن دعار مع مرافقه زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزا ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزا ولكن لاذ بالفرار. يا كذاب.